شكرا يا الله لأن العوض يأتي منك جميلا يجعلنا نبتهج وننسى ما قد ذهب. شكرا لأن بابك لا يغلق ووجودك غير منقطع ورحمتك واسعة، ولأن شكرتم لأزيدنكم. الحمد لله حمدا تستديم به النعم. مساء الخير حبيباتي، وش راكم وش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا في نعمه والحمد لله. كما تشوفوا جيتكم فيديو جديد خفيف ظريف، نتمنى يعجبكم. ديما كما العاده ما نشتيش نطول في فيديوهاتي باه تجيكم مختصره وتقدروا تكملوا الدقائق هذه وتستمتعوا بالمشاهدة. لهنا حبيت ننصحكم بالمحل هذا في قالما، يكون في زنا في الجمعة. راي الماكلة تاعو بزاف مليحة كما تشوفوا في اللافتة مكتوبة مشاوي أخينا جمال. ماكلته بالفعل بنينة، والكونتيتي من السعر بزاف مناسب العائلة ولا كيعودوا زوز أفراد. لهنا في الفيديو ده راح نخليكم تتفرجوا وتستمتعوا بالمقاطع، وانا راح لهنا جيتكم بنصيحة. نتمنى كل واحدة فيكم عندها شوفوا. أنا بالنسبة لي النصيحة هذه راي من ذهب، راي تحقيق المعجزات، وهي سورة ياسين. سورة ياسين لتحقيق المعجزات، وأي طلب وأي دعوة من الله تستجيب بقراءة والمواظبة على سورة ياسين. اطلبوا المستحيل وراح يتحقق. سورة ياسين تقرأها يوميا، وهي فيها 7 مرات كلمة مبين. هنا راني ننصح بالتجريب، إن شاء الله يجعلها صدقة علي وعلى وليداتي. راي بالفعل مجربة. أي إنسان عنده حاجة مستحيلة أو دعوة يطلبها من الله تعالى راح تتحقق له، راح تستجيب بقراءة سورة ياسين. الطريقة كيف راح تكون الطريقة تقرأ سورة ياسين كل ما تحبسوا عند كلمة مبين. هي كلمة مبين راهي تتكرر 7 مرات في سورة ياسين. كي توصلوا كلمة مبين راح تطلبوا الدعاء وتقولوا اللهم بحق سورة ياسين وما فيها من أسرار أن تحقق لي الدعوة اللي حبتها أنت من الله تعالى، كسوا في الرزق أو سداد الدين أو شراء منزل أو شفاء مرض أو أي حاجة تكون ما تحققت لكش وتكون شبه مستحيلة أو بإذن الله بقراءة سورة ياسين والمواظبة عليها ربي راح يستجيب للدعاء وتتحقق لك في أقرب وقت ممكن. صدقوني راي مجربة بالفعل، وابحثوا عليها في اليوتيوب أو في مواقع التواصل. كما أنا واحدة من الناس كنت نجهلها ما نعلمش بها. ميكي علمت بها نسي أي حاجة تكون متعلقة بالقرآن نسيبها. والإنسان وأنا يومي مواظبة على سورة ياسين نقراها قلت لكم. وكل ما نوصل كلمة مبين ندعي أي حاجة اللي حبتها تتحقق وتستجيب لي. أيضا أذكار الصباح والمساء بزاف راح تحصنك وراح تسهلك بزاف أمور في حياتك كيف. نتمنى كل واحدة فيكم تجربها، واللي كانت ديجا كانت عن تجربة مجربتها سياتها ونجحت لها تقدر تكتب لي في الكومنتار وتقول لي. نتمنى شوفوا أي حاجة مفيدة كما نقولوا الإنسان يقدر ينصح بها الناس. يقول لك كيما تشتي لنفسك اشتي لغيرك. لهنايا شوفوا لهنا راني شاركت معاك موسي الغرايف. هنا الغرايف كنت خرجته لهنايا صدقة كيف طيبت وخرجت. يجعلها صدقة عليا وعلى وليداتي. يقول لك الصدقة ترفع البلاء. الإنسان ساعة يذكر هو يقول لك كي تصدقي صح ما تخبريش ولا ما تعلميش. بصح الانسان هنا يشوف المبتغى. انا كي نحطه نقول لكم اني خرجت ولا وشي باه كيما نقولوا تكون حافز للناس بزاف، خاطر يشوفوا الوقت تذرك راي الصدقه قلت الانسان الصدقه على قدر المستطاع. يا لو كان خبزه كسره، يا لو كان صحن غريف كيما هكا اللي تعود عندها مسجد قريب ليها ولا شونطي العمال يخدموا فيه كيف الطيب وتخرج راي فيها بزاف
بزاف منافع، راهي ترفع عليك البلاء وتسبق عليك بزاف مصائب وابتلاءات، تخفف تجيك باللطف، مام تجيك الضربة مرض أو حاجة تجيك باللطف. لهنا شوفوا الغرايف درتو فيت في درتو، ما نكذبش عليكم، ما درت في القصعة، درتو الغرايف تاعي ندير في الأشوار ويجي خفيف لاباس عليه. لهنا وسي كنت درت زيانة كيما تشوفوا كيما هكا بالعظمة، كاينين في بلايص اخرين يقول لها رياحة ولا ريحانة ولا حاجة كيما هكا، احنا في قال ما نقول لها زيانة. هنا شوفوا لا فيديو قرب يكمل، نتمنى انكم تاخدوا بعين الاعتبار النصيحة اللي قلتها لكم وتقرأوا وتواظبوا على قراءة سورة ياسين، وبإذن الله ربي يستجيب لكم. كل إنسان طالب حاجة ربي يحققها له. لهنا نقول لكم حبيباتي تهلاو في رواحكم، ما تنساوليش الجام، واللي دخلت جديده نقولها مرحبا بك حبيبتي، واللي ما دارتش متابعه نقولها ديري لي متابعه فضلا وليس امرا. سلام. الناس تحفظ الكراهيه وتنسى المعروف. الناس ذاكره الكراهيه عند البشر قويه جدا، ذاكره الكراهيه عند البشر قويه جدا جدا، بمعنى أنت لو أديت الخير للناس من الألف للياء وفعلت وفعلت وفعلت، الناس لم تذكر إلا مواقف قد أسيء لها. وسيم يوسف الإعلام الحين الساعة يتكلم، إذا أخطأ في جزء تنسى 59 دقيقة ويحفظون الثانية، هذا الجزء، هذا العالم. فذاكرة الشر عند الناس